صباح الخير. عاملين ايه؟ عامل ايه يا بائس يا متحظلق يا اللي صاحي يبقى اجازتك بدري؟ بتعمل ايه؟ قاعد على السرير نايم على ظهرك عمال تقلب في التليفون، سرحان في السقف، عمال تقول ياه لو كنت انا في بلد غير البلد ومرتب غير المرتب وزمن غير الزمن كان زماني مشهيص. كلنا كده. ياه لو كان الواحد يوم الجمعة ده من 20 سنة كان زمانه ايه لسه راجع من خروجة بالليل. يعني تحس ان انت من وانت شباب كنت لسه راجع دلوقتي يا دوب بقى هتنام وخلاص، انما انت دلوقتي بعد ما وصلت سن ال 40 50 يا دوب صاحي على السرير نايم على ظهرك وعمال تقلب في التليفون. ايه اخبار الدنيا؟ ايه هو على يوم الاجازه صاحي بدري ليه يعني؟ انا كنت عامل ان انا هنام للساعه 12 الظهر، ما عادش الكلام ده. خلاص، خلص الزمن بتاعك ده انتهى. انت دلوقتي عجوز، شيخون، يا دوب هتقوم من على السرير ظهري الواحد مش قادر يقوم يصلي الجمعة ويفطر وتلاقي بقى دوشة بقى وناس كتير مستنياك تصحى علشان خاطر يركدوا عليك. صباح الخير. راوية غليون صباح الورد، صباح الفل، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ ومايمة صباح الفل، صباح الفل يا أمي. طب ما هو صاحيين اهو. ما الواحد قلقان يطلع لايف ليه؟ يعني الواحد برضه قاعد زهقان. انا صاحي من بدري جدا، انا صاحي من فوق. يعني انا بص جايبها من اول الشروق يعني. بصراحة في الاخر بقى قلت لا مش هينفع كده، اكيد مش انا لوحدي اللي صاحي. يعني اكيد انتوا كمان موجودين وصاحيين وزهقانين وقرفانين وتعبانين وعمالين بتفكروا هتفطروا ايه. هتفطروا ايه؟ آه. روعة مش راوية، روعة روعة. لا معلش، انت عارف ان انا عندي صعوبات تعلم وعندي اصلا يعني حاجات كتير. فروعة روعة. روعة روعة ولا روعة في الاسم بس؟ عشان الواحد بياخد يعني خوازيق كتير. يعني بص مش عايز أقول جميلة وبص تلاقيها ماشية تقول لك انا جميلة واسمي جميلة وماشية في الشارع، يعني لا علاقة لها بالجمال. فما اعرفش موضوع الروعة ده روعة يعني. اما نشوف نتأكد من الموضوع ده بعدين. صباح الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه يوم الجمعه اللي هي جمعه مباركه، وصلوا على النبي وقوموا كده خدوا دش وروقوا وحضروا كده فطار الجمعه بقى، الفول والطعميه والحاجات اللي احنا ما بناكلهاش الا في المواسم دي. احنا بالنسبه لنا احنا الاغنياء، انا ما اعرفش انتوا الفقراء بتاكلوا ايه. صباح الفل. راوية انت مش صعوبات ولا شيء، لا ده موضوع قديم بقى. يعني انت لو تابعت الفيديوهات واللايفات اللي قبل كده هتلاقي مواضيع كده يعني، هتعرفي الحقيقة يا روعة. أحمد رجب، أنت بتعايرني يا عم ولا إيه؟ حبيبي يا أبو حميد، أخبارك إيه؟ وحشتني والله يا أبو حميد. يعني ما خلاص كنت بشوفك كده على التيك توك بحس إن أنت يعني في المود. دلوقتي أنت قاطع بقالك كتير، وحتى أقول بقى صاحبي هيتشهر على التيك توك، صاحبي هيقعد بقى وأقول بقى نعمل مع بعض دات. فاهم؟ لقيتك اختفيت فجأة، قلت لا ده كده زهق من أول الطريق. روعة. انت احسن شيء، تسلمي والله، كلك ذوق، متشكر ليكي جدا. صباح الفل. ايوه بقى الكلام الايجابي ده بقى، والكلام اللي بيرفع المعنويات، والواحد كده يعني معاد داخل على ال50 اهو. يعني المفروض بقى خلاص، يعني كلها كام شهر الواحد يقول خلاص يعني عليه العوض ومنه العوض، يبقى راجل بركة وراجل حج وراجل يعني على الله حكايته. آه. دينا حسني عزت، صباح الخير. صباح الخير يا دينا. بتغلس على نفسك الصبح دي؟ ما بغلسش. هو دينا انت دينا ولا دارلا ولا كارلا ولا انا؟ مع كل ما يعني كل اكونت احس ان نفس الصوره وليه اسم تاني، ولا حد واخد صورك وعامل عليها اكونتات، ولا إيه؟ مشهوره انت قوي للدرجه دي يعني؟ صباح الفل. احمد راجب، احنا وراك يا فنان. بلاش وراك دي والنبي يا ابو حميد عشان انا بقلق. لا خليك جنبي يعني، بلاش وراك دي. الايام دي في لبش في الموضوع، فيعني خد ساتر وخليك جنب احسن عشان انا بقى حتى ابقى مطمن. صباح الفل يا ابو حميد، حبيبي والله يا ابو حميد. ان شاء الله كده، ما اعرفش انت هنا ولا بره، فلما تيجي يا ريت نتقابل. يعني كل الرجاله عايزه تتقابل، وكل واحد مستني حد يقول يلا يا جماعه نخرج. فكل واحد واخد حته وكل واحد متكل على التاني، فكلنا كده عايزين حد يقول لنا ما يلا يا جماعه نتقابل، فكلنا ننزل نتقابل. روعه طلتك طلتك ثواني كده ثواني. اه روعه طلتك وحدها بترفع المعنويات، والله يعني تسلمين. والله انا ببص في المرايه معنوياتي ما بتطلعش ليه؟ يعني بقعد ابص كده اقول يا ايه الحلاوه دي؟ يعني ايه ده؟
ايه ده، وابص الاقي نفسي ما فيش. فصباح الخير يعني، متشكر ليكي جدا. عماد، صباح الفل، مفيش احلى من فول وطعميه شارع سلفان. ايوه طبعا يا عماد، ما عند خالد. تخش على خلوت كده، تديله تك تك تك، تقول له معلش سوي لي شويه طعميه كباره واقسمها نصين، واقعد روق لي السندوتشين كده، وتظبط الدنيا. وبعد الصلاه على طول نقوم ضاربين كشري الامبراطور، فالدنيا بقى بص توين، تخرج من الجامع على الكشري على طول تظبط معاك. آه دينا الاتنين انا. لا طب ما تزولنيش بقى، علشان انا عندي صعوبات فهم في الشويه في اللي فاضليني في حياتي دول. فما تزولنيش في اخر سنين حياتي. الواحد ما بقاش شباب بقى يقعد يلف وراكوا ويفهم الدنيا فيها ايه. فحددي. يعني انا اقول دلوقتي يا دينا ولا يا دارلا ولا يا كارلا؟ حددي، علشان انا بنسى كده كده يعني. فانت لو غيرت صوره الاكونت بتاعك اصلا هنسى. فصباح الخير، حددي عشان ابقى معاكي تمام. هشام سمير، صباح الفل. ازيك يا اتش، عامل ايه؟ انت كويس حبيبي؟ روعه. لا تقول كلام سلبي عن هذا العمر، هذا عمر العقل والتوازن. أنت متوازن. أنا متوازن. أنا مت... أنا متوازن في حاجات يعني، بس ممكن أفقد توازني في أي لحظة. خدي بالك بقى، عشان الواحد بيوصل للسن ده، لا بيفضل متوازن لا بيتهبل. تلاقي كده رجالة لما بتكبر بتتهبل. فالواحد يعني حاول ماسك نفسه ومحافظ على نفسه وقامت وشادد، علشان يعني ما يضيعش نفسه. انما ممكن توصل 50 تتهبل، توصل يا راجل ايه، خلاص عمالين نلف وراه في الشوارع ايه، اتهبل خلاص. وصل سن ال50، لبس بقى القميص المفتوح والسلسله الكارتيه والحظاظات والانسيالات والشورتات وماشي بقى، خلاص اتهبل في الشارع بقى. صباح الفل يا روعه، والله العظيم يعني يومكم جميل والله يا جماعه، انتوا ما شاء الله يعني صاحيين اهو يعني كلكم ما شاء الله. يعني صاحيين ونفسيتكم حلوه ومعنوياتكم مرتفعه. اكيد اكيد معاكم فلوس من يوم الخميس باقيه، مش محوشين لا، بس في فلوس باقيه من يوم الخميس. يعني هتلاقي 20 جنيه باقيه من ال 200 جنيه اللي اتصرفت امبارح، فانت صاحي متكيف ان انت معاك ال 20 جنيه بتاعت امبارح دي. ياه، الواحد بيفك ال 200 جنيه بتطير، فانت معاك بقى 20 جنيه من ال 200 جنيه بتاعت امبارح، ده انجاز. يعني حاجه، بص انت صاحي من النوم هتفرتك الدنيا. دينا حسني عزت، دارلا. خلاص مشيها دارلا بقى، سيبك من دينا ده، مشيها دارلا. انا كنت اعرف واحده اسمها دينا زمان، يعني ما كانتش دارلا خالص، فيعني خليكي دارلا، واحنا نسيبك من دينا دي خالص. كل الناس كده، مش بس الرجاله، لا لا، الستات ما بتعجز، الستات ما بتعجز وما بتعياش، وبتنكد على اي حد. وبصي حسبي الله ونعم الوكيل في يوم الجمعه صباحا صباحا جهارا النهار. عماد العبد، دي الامبراطور ده ما شاء الله زحمه 48 سنه. انا ما باكلش غير عند الامبراطور على فكره. انا لو صادف ان انا في اي مكان ما فيهوش امبراطور وكلت سيد حنفي او هند، او هند ده يعني ما بيتاكلش اصلا، فاهم؟ او اخر ساعه ده، وانا امبارح كنت في وسط البلد معدي بتاع الكشري كده، قلت ايه يعني قد كشري، لا في الاخر نفسي ما جاتش. يعني بصراحه ما حسيتش ان انا يعني كده لازم انما اروح الامبراطور، لا تضرب شويه شطه زيت كده على بتاع ايه، لوز زياده خالي الورد وتروق الدنيا كده، فاهم؟ وهما برضو لما يخش برضو انت بيقوم مديك التحيه يا فنان وبتاع والجو، تحس ان انت كده يعني بتاكل طبق الكشري وانت يعني متمزج. صباح الفل. روعة، كلنا بنفقد التوازن لما الشخص اللي قدامنا ما بيفهمنا. والله ده موضوع بقى لوحده. لان انت دايما تحاول تعامل الناس اللي بتفهمك، تحاول تعامل الناس اللي هي معاك على نفس الخط، علشان حتى حس المناهدة. يعني ما تقعدش بقى تناهد وتعافر وتفهم وتتكلم وتعيد وتزيد، لا. انت لما بتقابل شخص مناسب ليك، سواء صاحبك، واحدة في علاقة، في جواز، في اي حاجة، بيريح. واللي هو من بصة احنا فاهمين بعض، كلمة ننجز. هنقعد بقى نقول ونعيد ونزيد ونهاتي لا يعني مش ناقصة والله، العمر ما بقاش فيه. العمر ما بقاش فيه خالص. البص الواحد يعني ماشي بقوة الدفع. عارف انت ماشي بقوة الدفع اللي هو ايه، انت بتصحى بتقوم علشان خاطر وراك حاجات تعملها، دي قوة دفع. بتروح تعمل الحاجات اللي وراك علشان خاطر يترتب عليها حاجات تانية، دي قوة دفع. فانت ماشي بقى ايه من هنا لهنا لهنا لهنا، فاهم؟ انما مفيش حمل للمهاتية. اي حد يا جماعة يلاقي في حياته اي حاجة، سواء شخص او شغل او جار او اي، ابعد ابعد، نفض نفض، خلاص تعبنا يا جدعان، عايزين نعيش بقى اخر ايامنا كده في هدوء وسلام نفسي وعاطفي وكده.
دينا حسني خرزة زرقاء، ده عليك عشان ما حسيتش ضالة، ولا عليا عشان الناس ما تحسدنيش؟ ولا انا كده كده محسود يعني؟ انا كده كده شايفها مش عايز احلق حتى يعني، خلاص. احتمال رب دقني بقى كده واتشعوذ. ف امبارح كنت في شركة انتاج وبمضي كده حاجة بسيطة، وبعدين صورتي في البطاقة وانا مخفف دقني خالص، فلما دخلت فبيقول لي البطاقة والباسبور، فاديتهم له، فبيقول لي بس شكلك احسن يعني، ما تخففش دقنك. قلت له ما هو انا لازم اخف وانا بعمل الباسبور او البطاقة، علشان في اوقات كتير انا بخف دقني، فما بقاش مضطر ان انا احلقها قوي او ان انا اطولها قوي، عشان ما اقعدش بقى كل مطار وكل كمين نقف ايه ده انت شكلك غير صورة البطاقة. فانت لازم تديلهم الحاجة اللي هي المتوسطة، اللي هي تدي شكلك سواء كنت مطول شوية او ما حالق خالص. فانت يعني مش مواضيع امنية ملناش دعوة بيها، وموضوع حسية كده ما بتدخلك في مواقف كتير. عماد، انت لحقت ام حسن بتاعت الكشري في موقف 31 كان احلى هو نص؟ لا لا، ما اعرفش، انا بداتها من رجب. يعني رجب قفل رجب بعد ما جاب لنا تسمم، بعد كده فتح الامبراطور، بعد كده عملوا الكوبري، فبعد كده الامبراطور نقل كده. ابو شريف لما فتح جربته مره واحده وما جربتوش تاني، ما بيجيش برضه على حسي الفكاهي يعني. فلا، بس انا كنت يعني 45 936 ده من موقف الزاويه على طول عباسيه، كل مدارسي كانت في العباسيه. كنت باكل بقى من عندي السني في الويليه بقى السندوتشات الكشري. تروح الصبح كده معاك الربع جنيه، تضرب السندوتشين ام 15 قرش، وتقوم ضارب لك بعديها واحده حاجه ساقعه وشكرا، تروح على المدرسه تقعد ترزع طول النهار مش فاهم حاجه، عامل كده ايه واكل كشري من عند السني. فلا ده ايه يا ابني، فكرتني بالخمسين سنه اللي فاتوا. صباح الفل يا عمده، نورني والله يا حبيبي. دينا بتقولي الستات ما بتعياش. اه، انت عمرك شفت واحده ست عيانه؟ لازم بصي، اللي الست اللي بتاعي او الست اللي بيبان عليها العجز، او الست اللي هي قرفت من حياتها، دي بتبقى يعني جابت اجل 10 رجاله مثلا في حياتها، جوزها وعيالها وابوها وامها واخواتها والكلام ده كله، فقضت عليهم، فبتبتدي خلاص حست ان هي ادت رسالتها، فبتبتدي بقى خلاص تتعب وتنهك كده وكده. انما طول ما هي لسه فيها صحه تعكنن على الرجاله، طول ما بتلاقي اكس مجري ديزل، فاهم يعني؟ مش عايز اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل. جدتي. انت جدتي ولا انا جدتي؟ لما وضحي الكلام في الكومنتات، يعني ما تقولي كومنت، يعني قولي كده، عشان انا راجل عندي يعني خلاص حكم السن، انا عندي زهايمر يا جماعه. لا العظيم انا خلاص، انا بقيت اتكلم في موضوع لو طولت شويه اقول ايه ده، وانا هو الموضوع كان ايه اصلا يعني؟ مش ايه في إيه؟ وصلنا للنقطه دي ازاي؟ يعني هل جدتك ليها علاقه بالموضوع، ولا انا مش يعني زي جدتك، ولا انت زي جدتك، ولا جدتك ما بتعياش؟ ولا حددي يا دارلا يا اللي انت مسميه نفسك دي. جدتي كانت عيانه، ما هو جدتك عيت لما يعني ما شاء الله قضت على اجيال، يعني مش ما سابتهمش كده، قضت على اجيال من الرجاله. حتى اسالي يعني الرجاله اللي في عيلتكم هيقول لك ده جدتك دي كانت شديده، كانت بتعمل وتسوي وبتاع والكلام ده، ده وضع طبيعي يعني. عماد، اديهم عين خلينا نخلص من نكدهم يا باي. والله يا ابني ده هو كلامك صحيح، بس احنا ما نقدرش نقول الستات دول احسن ناس. احسن ناس الستات دول لو خرجوا من حياتنا يا ابني، مش عايز اقول لك هنرتاح راحه، بس ما نقدرش نقول كده، ما نقدرش نقول كده. يعني لازم نطبل لهم، هم بيحبوا التطبيل، خصوصا برج الدلو في الستات. يا هي تقول لك برج الدلو يقول لك طبل لي، ما انا ما طبل لي، طبل لي استمزج. يعني انا بص مريت بستة دلو في حياتي عقدوني من صغري. يعني دلو فعلا لازم تقعد تعبي فيه كلام، فاهم؟ لازم تعبي فيه كلام. ف الحمد لله بقى ان ربنا عافانا من البرج ده، بقيت خلاص اي واحده تقول لي انا برج الدلو، والله طب شكرا، نتقابل في الاخره ان شاء الله. في زمان بقى يعني نقابل بعدين، ما بقاش فينا حس والله، ولا نطبل لحد ولا نجامل حد ولا، ويعني خلاص. خلاص. ايوه من خاف سلم. حقيقه احنا الرجاله عيش جبان تموت مستور مع الستات، هيفضلوا كده تشعنن عليهم، هيفضحوك وبص ويجننوك ويجرسوك ويعيوك ويركبوك المرض ويملطوك بقى. يعني لو انت داخل بص هترجع زي ما على الاول على البلاط، ما بيسيبوش حاجه افترا. الست لو قفشت راجل مم، مش عايز اقول لكم. انا ليا واحد صاحبي الحمد لله يا رب، جه في ساعه خلوه كده، جه في يوم خميس قام كاتب الشقه لمراته يوم السبت،
كان بره الشقه، هدومه كانت مع البواب تحت. هوب تاني يوم عياله هدومهم كلهم بره، يلا يا كلاب بره بره شقتي. لو اعلم بقى هتعمل ايه بعد كده. فالستات دول حسبي الله، انا بتجيبك ارض ارض. ونصيحتي لكل شاب، لكل شاب، ابعد عن الستات يا ابني في حياتك. خد عمك عبره، جدك عبره. ابعد عن الستات في حياتك، ابعد عن الستات في مقتبل العمر. يعني بص سيبهم، انت عارف انت لو صبرت شويه هتبص تلاقيهم كلهم يجولك في يعني كده، مش هتلاحق. بس هما بيقفشوك في بدايه حياتك، يبوظوا لك دنيتك كلها. ولو استمريت معاهم هتخسر اخرتك. ابعد عن الستات. اسمع مني، اسمع مني. اه شايف يا ابني شعر ابيض خلاص بقى نفتح بقى في ال 30 سنه اللي فاتوا. يا بعد الشر عليك من كل شهر تسلمي لي والله يا ضالة. انا يعني بنهزر وبصبح عليكم وبفرفش معاكم كده عشان عارف ان انتوا بائسين، تعبانين مفلسين حنقين. فيعني يلا يلا. عماد كلهم نكد ليه؟ انت برجك ايه؟ انا برج العقرب الحمد لله. العقرب الطيب الغلبان اللي هو بيبقى في الاخر ده، مالوش دعوه باي حد. دي حقيقة والله. كلهم نكد، بس هم مش بينكدوا عشان هم بيحبوا النكد، لا هم بينكدوا علشان بيحسوا بسعادة بس. يعني مش هي بتبقى بتنكده ومتنكده ومتعصبه من جواها، لا هي لما بتنكد عليك وتشوفك عمال تتنطط ودانك محمره، هي تحس كده ان هي يا الحمد لله عملت اللي عليا. صباح الفل. جد. استنى عشان امل. صباح الفل يا عموله، عامله ايه؟ الاعلاميه الكبيره المشهوره اللي يعني ما بتكلمش حد وما بتردش على رسائلنا. ويعني مش عايز اقول لك، رحت مدينه الانتاج الاعلامي كذا مره، واقعد اقول اكلمها واقول لها خلاص بقى سيبها مشغوله بقى، زمانها على الهوا دلوقتي. اصبح ملك لله. مالك ومال الستات يا جدع انت على الصبح؟ انا ماليش دعوه والله يا عماد. هو العماد هو اللي بيقول. انا بص انا بحبكم، انت عارف. بحبكم حبايبي، مقدرش اجي جنبكم. خلاص انا جربت مره وانتهت الموضوع يعني. انما هو عماد هو اللي بصي، هو على راي هنيدي وقعدت لامك هو بصي هو اللي بيقول. انا ماليش دعوه والله العظيم. انما كل اللي بعمله ان انا بنقل الكلام. ده راجل بنقل الكلام على اللايف، فهو بقى شتم وبص ودعوا عليه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عماد. عايز توقع بيني وبين الستات اللي بحبهم؟ الستات هو يا ابن الدنيا دي من غير ستات يبقى يعني ليها طعم؟ ليها حبشتكنات؟ ملهاش اي حاجه. انت سو يا عماد، سو عايز توقعنا في شر عمل، وعايز تخلينا نقول اللي جوانا، بس احنا مش هنقول اللي جوانا خلاص. ستات حلوه. استاذه رودينا صباح الفل، عامله ايه واخبارك ايه؟ جمعه مباركه علينا وعليك يا رب. صباح الفل عليكي يا رب تكون بخير كده وفي صحه وسعاده. صباح الفل عليكي، منوراني والله. دينا اللي هي ضاره، هو العقرب دايما غلابه جدا جدا. انا ما شفتش حد برج العقرب خصوصا في الستات الا لما بيكون غلبان ومالوش في حاجه ومتواضع وماشي على جنب. يعني مش عايز اقول لك، انتوا بس بتطلعوا علينا اشاعات علشان خاطر انتوا من جواكوا حقنديه. الحنقود اللي جواكوا بيخليكوا تكرهوا برج العقرب، بس هو دغري كده مش سالكين. السيد العرباوي صباح الفل. صباح الفل يا ابو السيد، اخبارك ايه؟ جمعه مباركه عليك يا باشا، كل سنه وانت طيب بمناسبه يوم الجمعه المجيد. رودينا، استاذ رودينا الحمد لله انا بخير ونعمه يا رب. دايما تكوني بخير وسعاده يا رب. يا رب دايما منوراني كده، وان شاء الله كده من نجاح لنجاح. يعني كل العشر قنوات اليوتيوب اللي عندك يبقوا شغالين وحلوين ومتفاعلين وكده يعني. انا مش عارف اعمل القناه لحد دلوقتي. خلاص انا 50 مليون مشاهده، مش عارف انا هعمل ايه. ربنا يستر. عماد امشي انا بقى، رضوى الشربيني هتبلغ عننا. لا بقى مش رضوى الشربيني، خد بالك انا بقلق من ياسمين عز اكتر من رضوى الشربيني. يعني رضوى الشربيني انا عارف ان اخرها ايه، يعني هي بس كده بتقعد اكل عيش فاهم. انما ياسمين عز بتحس كده ان هي يعني سمجه. يعني احنا ما بنحبش ولا اللي انت تبقى سترونج قوي ولا اللي انت تطبلي قوي لدرجه. يعني خليكم متزنين يا جدعان. هو كله اكل عيش. يعني تحس ان دي في حياتها مش كده ودي في حياتها مش كده خالص. هتلاقي رضوى الشربيني يعني واخده على قفاها
معتبر، وهتلاقي ياسمين عز بتحاول ان هي تلاقي لها مكان في وسط العالم. فالاتنين يعني بصراحه يخنقوا يعني بصراحه يعني. محمود مالك انت؟ مالي بايه؟ مالي بايه؟ مالي معايا في جيبي؟ مالي في ايه؟ صباح الفل، مش فاهمك. امل طب اعترف تقدر تعيش من غير ولا ما اقدرش خالص والله يا امل. بصي يعني ما اقدرش يعني. لما انا هنكد على مين؟ انا يعني هلطش في مين؟ انا لازم الستات دي كده تصحى كده الصبح صباح الخير وكده يعني. مش عايزين نفتح بقى في الكلام بقى عشان انا عامل هدنه. انا خلونا انتقد الهدنه يعني، انقد الهدنه وابتدي اقول الستات مالهم. مش هقدر. ما تحاوليش تستفزيني. امل لو سمحت لو سمحت ما تستفزنيش لو سمحت. وبعدين يا سيدي ده مش نكد، دي هرمونات. افهموا بقى. ما اذا كان انتوا اصلا مش فاهمين هرموناتكم انا هفهم من هرموناتكم؟ فاضيين لكم احنا مثلا عشان نقعد نهرمن مع بعض؟ نقعد نفهم بقى ونجيب ونودي ونعيد ونزيد. وبعدين انا حاسس ان انتوا عاملين علينا فيلم بموضوع الهرمونات ده. يعني انتوا اصلا مجانين ونكديين وزنانيين وعمالين تقولوا ده هرموناتنا. ومش احنا، ده هرموناتنا. واحنا طبعا بنصدق ونمشي ورا الكلام ده. شغل ماركتينج كده عالي يعني. فاهم؟ بس لا يعني تمام الحمد لله. سأل العرباوي الحمد لله بخير وانت طيب يا رب دايما تكون بخير. استاذ ردينا ربنا يبارك لك ويكرمك ويكبر خاطرك ويرزقك رزق غيب حلال من باب ما عليه بوابه. اللهم امين يا رب. ربنا يرزقنا جميعا يا رب ويبارك فيكم جميعا ان شاء الله ويدي كل واحد اللي هو عايزه وبيتمناه لو كان خير فيه، لو كان خير ليه. ف والله الواحد بيتمنى الناس كلها تبقى مبسوطه وزعلانه بدل حاله الكآبه. الواحد بيشوف ناس ماشيه والله لازم بتكلم نفسها. يعني انا ببقى قاعد في مكان كده بص، لو سرحت مع الناس شويه خلاص ببقى حاسس ان كل واحد انا عارف هو بيفكر فيه يعني. خلاص الناس عندها على وشها بقت عاملين كده. وانا عايز اقول له ان انت في الاخر هتموت يا ابني، ما تقعدش تفكر كتير. يعني ما هتموت مديون ومفلس وتعبان وممكن تموت في مستشفى حكومه عادي يعني. فعادي يعني فهتموت ما تقلقش بقى. ما تقعدش بقى تقرفنا بقى وتقعد تشيلنا الهم. يعني في واحده بتكلمني كل ما اتكلم تقول لي اصل انا مكتئب. اصل ما انا عارف ان انت والستوري بتاعك بيقول لي انت مكتئب وانت ما تكلميني انت مكتئب. وعمري ما قلتش كلمتك وقلت لي انت كويسه. فبقت تكلمني اقول لها بص بقول لك فرفشي كده وابقي تعالي عشان خاطر انا مش ناقص كآبه. ايه ده؟ مفيش يوم مفيش ساعه في حياتك عدله كله مكتئبه؟ ربنا يسامحكم بقى. محمود شافك زعلان كده. لا خالص بالعكس. ده راجل مصري انيق صاحي يوم الجمعه آه، بعد فلوسي. لا خالص والله. عماد ايوه كده اقول لهم الحقيقه بقى. ربنا على قوي. انا ما اقدرش اقول الحقيقه. انا ما اقدر انا اكذب يعني. اكذب واقول الحقيقه ما ينفعش. لا ده راجل يعني بحاول اموت مستور. يا ابني يا ابني ابعد عني يا ابني على الصبح يا ابني. امل عبد الحميد طب تعرف ترم استني ثواني كده ثواني في حاجات تعدت ولا انا مش شايفها عشان ما حدش يزعل بس. دينا في كومنت قبل دينا ثواني. ربنا على القوي يا شيخ ماشي يا عمده. دينا الستات العرب بس مع الاسف هم النكديين. الاجانب لا يلا هيفجروني. لا المصريين بس هم اللي نكديين. العرب والاجانب مش نكديين. سوري اوبجكشن هنا لو سمحت يا ضاله. انا اعترض. الست المصري كده تحس ان هي يعني عارفه بالثقافه كده. هم فاكرين ان الادب ومتربيه ان الادب ان انت تكشري. فتلاقي الست ماشيه في الشارع او البنت من صغرها رايحه المدرسه عامله كده سنه ورا سنه مرحله ورا مرحله. تتجوز تيجي تفرد وشها ما تعرفش خلاص هي اتطبعت. هي عملت كده 20 سنه. امها مفهماها ان يا بنت امشي محترمه في الشارع عشان خاطر الناس تقول عليك مؤدبه. يا بنت يا بنت هنجوزك ازاي يا بنت وانت ماشيه عماله تضحكي في الشارع كده ووشك بشوش وبتضحكي كده وبتبتسمي. فاهم؟ فتفضل كده لحد ما وشها يقفل على كده. فتيجي تتجوز جوزها يجي يهزر معاها ويعمل له كده. انا مؤدبه ما بضحكش. طب يا بنتي فريدي وشك الاول خلاص طبع. فانت بتاخدها بقى كده بقى طخ على طول. فبتعيش بقى معاك بقى كمل بقى عمرك كله بقى بتحاول تفرد وشها ما فيش. فمعلش دي جينات بقى. هي دي بقى الهرمونات. صباح الفل امل. وهو في احلى من الجنان؟ ما تحاولش تفهم المرأة. عيش يومك وانت ساكت. ما انا بسيبها بقى تعمل اللي هي عايزاه وانا على الله حكايتي بقى. هو
يعني اقول لك ايه يا امل، اللي عايزه تيجي اهي بتيجي، تقعد تتكلم وتقعد تحكي وتحكي لك مشاكلها وتمشي. لما تمشي ما تسألش عليها، نفض لها، تقعد يومين 3 10 شهر هترجع تاني تحكي لك نفس القصص ونفس الحوارات، فاهم؟ وتختفي. يعني بص كده، انا قاعد من ساعه ما عملت الصفحه دي وانا قاعد كده، صباح الخير صباح النور، ماشي. تاخد لها سنه تعرف ان هي مشاكلها اتحلت واتجوزت واحد، فاهم؟ اتطلقت ترجع لك تحكي لك كل اللي حصل في السنه والطلاق، تلاقي واحد تاني تتجوزه تروح سنتين ترجع لك يعني تحكي لك كل، لا يا ست ما تقرفيناش، ما دي مش صفحه روزا اليوسف والله، ده مش بريد القراء. وانت بقى مضطر بقى ايه، في ناس بتكلمك تقول لك انا خلاص انا هنتحر دلوقتي، انا هموت نفسي يعني، رد عليا. طب امور يا حضرتك، طب حكي لك نفس القصه اللي حكيتها من 3 سنين. انا قعدت مع واحده في حاله طلاق من بالظبط من اول الصفحه، اتجوزت 4 مرات وتروح وترجع تروح وترجع تروح وترجع لحد ما قفشت واحد، فهي عايشه معاه دلوقتي قرفانه بقى بوستات بقى، انت السند وانت الظهر وانت عوضي من الدنيا وانت اللي حلمت بيك وانا بالليل وانا نايمه وصحيت الصبح مش عارف ايه، عارفيننا بوستات بقى وبص واحضان في الستوري ومش عارف، وكل ما ياخدها يوديك انت الحيوانات تقول وانت السند والعوض، انت ما رحتش جبت حيوانات في حياتك قبل كده؟ لا بنشوف مآزل يعني. هي بقى الستات بيبقى قصدها من ايه؟ استاذه ردينا استاذن، اتفضلي يا استاذه، صباح الفل ويومك جميل. صباح الطاقه الايجابيه يا استاذ خالد، صباح الفل يا اسامه، عامل ايه يا باشا؟ منورني والله حبيبي. امل بقيت اسامه منير خالص؟ لا خالص والله، بس انا فعلا والله يعني، هو انا كنت الاول بنزل فيديوهات، بعد كده لما نزلت فيديوهات كانت مشكلتها هي على فكره، كنت منزل مشكلتها اول مشكله اتكلمت فيها، مشكلتها هي على لايف قديم، فبدا عندي الصفحه قلبت بقى. حتى لما استضافوني في قناه الصحه والجمال وقناه الحدث مره واتنين، بقى كل الكلام مشاكل. خدي بالك ان انا وقت الحلقه امل بعد الحلقه بفضل اتكلم في التليفون ساعه، الناس عايزه تتكلم مداخلات بس عايزين حاجات خاصه فبيكلموني، فبسمع بلاوي. انا يعني بجد هس الستات عندها قصص وحكاوي من جوه جوه كده ما بتطلعش من بره بره. فالمهم لما حكيت قصتها فجالي بقى ناس كتير بقى عمالين يحكوا قلت لهم على فكره انا مش تنميه بشريه، ولا انا بعالج نفسي، ولا انا فاضي، انا اصلا اللي انتوا بتحكوا لي كله انا بتاثر بيه اكتر منكم. فلا هم عايزين يحكوا وعايزين يقولوا. وبعدين الستات فيها حاجه بقى، بتقعد فتره منفصله او فتره ما فيش راجل في حياتها، وبعدين لما تقفش راجل بتكون عرفت قبليه مثلا 20 30 واحد طبعا كلهم داخلين في سكه خلاصه الموضوع انها لما بتقفش راجل بتقعد تنزل بوستات وكلام كتير جدا 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 جدا، بيبقى هدفه ان هي يعني اللي هو ايه، تعرف الرجاله اللي هي كانت تعرفهم قبل كده ان هي بص ما فيش منها، ولقيت راجل احسن منكم يا جدعان وكلكم خش وقش، وانا بص لقيت السند والعوض، وان الراجل بكلمته مش بس برعايته لبيته واسرته والكلام ده كله. وفي نفس الوقت بتعمل حسابها انها لو انفصلت خلاص الرجاله التانيه تجري عليها بقى بسرعه، لا ده انت كنت جامده وبتاع، وبصراحه احنا شفنا الستوري وشفنا القصص وشفنا فعلا ان انت واسطه الرجاله وان الغلط مش عندك والكلام ده، فبتعمل شغل قبل وبعد، خدمه ما بعد البيع وخدمه ما قبل البيع. وانا بقى قاعد بقى ايه متابع وبراقب وبشوف الدنيا دي كلها وعمال اترجم بقى الحوارات، ايه ده في ايه. وده من ناحيه الرجاله. من ناحيه الستات بقى تقعد بقى اكيد بقى في صحباتها، شفتي ده حصل وحصل 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 طب وانت لسه قاعده، ده مش عارف ايه. فلما تيجي تنفصل تقول لك لا انا اللي سبته، انا اهم حاجه عندي انا اللي سبته دي. يعني ممكن هو يكون مديها بالجزمه في دماغها ودماغ اللي جابوها، بس اهم حاجه انا اللي سبته. دي عندها بالدنيا كلها، انا اللي سبته انا اللي وريته انا زي انا اللي خلعته. لا او تقول واحد تقول له انت مطلعت، تقول لك لا انا اللي خلعت ايه. مش صعبتوا علينا ولا ايه؟ يا عماد يا عماد دخلتني في مواضيع مش عايز اخش فيها، يا عماد يا عماد صباح الفل. لا 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 الستات احسن حاجه في الدنيا، وانا عامل معاكم هدنه مش هتكلم اكتر من كده. صباح الفل. امل عبد الحميد السند، ربنا يا ابني رجاله مين والناس نايمين، اهو ده برضو نفس الكلام. خدي بالك انا يعني انا لو مسكت بوستات الستات وقعدت ارد عليها بتبلك. يعني انا لو وصلت اصل بص كل الكلام واحد، كل والله العظيم يا امل كل الكلام واحد. احمد سرقاوي صباح الفل يا ابو حميد، عامل ايه؟ نورني يا باشا حبيبي. فدايما واحده تقعد تهري في بوستات ان هي بنت ناس بنت اصل، فلوس ما تهمهاش،
الرجاله ما لهمش لازمه، في واحده صفرة دايما حاسداها، وفي واحده صفرة دايما باصه في حياتها، وفي واحده هي وقفت جنبها طول عمرها وهي ما وقفتش جنبها، وفي واحده مش عارف ايه، وفي واحده، وبخش على الصفرة دي تلاقيها كاتبه نفس الكلام.